وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اخيرا اليوم بعد انتظار طويل انا وانتوما باش نوصل لهذا النهار هذا، نوقف ونقول لكم اخيرا غادي نشارك معكم الجوله اولا الديكور الجديد اللي درت في البيت ديالي في الصالون في الجهه المقابله. الفيديو الاخير كنت شاركت معكم بقيه الشكل النهائي ديال الكليسه المغربيه، واليوم غادي تشوفوا تاني تكمله هكا باش تاخذوا فكره على لولو كامل وشامل بجميع الخطوات ديالو. وخاصكم تعرفوا ان هاد المده اللي انايا كنت كل مره كنقاد بصراحه ما جاش كلشي بالساهل، وحتى حاجه ما كتجي بالساهل. واللي زوين هو انه كل حاجه اولا كل بياس عندي فيها قصه، يعني هاد لو شونجمون كامل كانوا فيه قصص كتار، وكان فيه بزاف الحاجات. هاد المره يعني درت بزاف الحوايج بيدي، يعني كتغيير كيفاش قدرت ندير ندير واحد الشكل اولا واحد التغيير بواحد التكلفه وبواحد الافكار بواحد مهم بزاف الخدمه. وانا جيت صراحه فرحانه وفخوره باي حاجه قمت بها. دابا ما غاديش نزيد نطول عليكم، غادي نرجعوا النوستالجيا من الاول، لانه صورت لكم من قبل كل مره حاجه، فغادي ترجعوا معايا من الاول حتى غنوصلوا لهذا النهار هذا اللي غتشوفوني بهذا اللوك هذا اللي غنكمل معكم باش غادي تشوفوا الشكل النهائي. يلا نبداو ونعاودوا نتلاقاو. دابا غادي نبدا معكم من البدايات، فاش شاركت معكم المشكل اللي كان وقع ليا في الفوتويات اللي تنصب عليا فيهم. المهم كنت شاركت معكم القصه وكل شيء. هنا في الايام اللي كنا ما كاين لا فوتويات لا والو، دايرين غير البونجات فوق الارض. وهنايا غنبدا معكم من بدايه الاصلاحات البسيطه اللي قمت بها، اللي من ضمنهم اصلحت هكا الحيط بعد الثقوبات اللي كانوا من بعد ما كنت معلقه هذوك المرآة وداك الشيء راكم عارفين، تقب هنا تقب هنا. فاول حاجه خديت هذاك البلاستر اللي غطيت به هذوك التقابي، وكنخليه شي شويه وكنحكو باش كتسد التقبه، ومن بعد بديت كنصبغ. فدرت واحد الليله خليني ندوز واحد الكوش هكا ديال الصباغه، كنت غنصبغها بلاصه صدقت صبغه الدار كامله لتحت. المهم صبغت الصالون كله لتحت، سواء هاد الجهه او الجهه المقابله اللي ديال الاستدرات. المهم هنايا كان باقي شي شويه، هنايا يمكن شهر على ما اظن شهر واحد ولا شهر جوج، والله ما عقلت. المهم هنايا كنوريكم هذا الريدو هذا اللي حتى هو كنت بدلته. هنايا كنت غادي نبدا نحيد زعما الريدو، غنلصق الحديده جديده. هنايا الريدو اللي كنت شريت من هنايا، بحيث كنت جبت معايا ريدوات من المغرب، ولكن واحد كان جاني صغير ما جانيش في القياس. اللي وليت درت في هذاك الريدو اللي شفتوني دابا فين كاين هذاك الكري، رومبلاسيتو ودرت واحد الريدو اللي كنت على اساس غندير في بلاصه هذا وليت شريته من هنايا. جا صراحه موالم مناسب مع اللون اللي خديت من المغرب. المهم هنايا اكيد راه كنسرع لكم، راه الايام والايام والايام، كل يوم كنصور لكم لقطه. هنايا بعد ما ساليت الصباغه والاصلاحات وداك الشيء وسديت تقابي كل شيء، ودابا جففت الدنيا. استعدوا معايا باش تشوفوا الفوتويات جداد. بارام، ما تخافوا ما تدهشوا. هنا ماشي تبهج اوف وايت. شوفوا انا فاش شفت هاد الفوتويات حماقيت عليهم، لانهم اصلا شي حاجه اللي ديزاينر، شي حاجه اللي ميد سنتوري ما غاديش تلقايها. يعني هاد لو موديل شي حاجه اللي سبيسيال، وانا كان عاجبني البوكلي. وكيف ما كنت واحد المره لمحت لكم قلت لكم في الوقت اللي كنت انايا يعني استعنت باش انني نغير فقط الفوتويات اللي كانوا ديالي، فقلت على الاقل ندير غير شي حاجه هكا تغييرات بسيطه. ولكن انا كشوا زعما شنو كنت باغا بعدا فوتويات يكونوا بالبوكلي، ولكن صراحه كانوا الاثمنه ديالهم في ذاك الوقت اللي شفت ماشي حتى بحال هذا الموديل، غير العاديين. وقلت لكم شوفوا ربي والنيه وهذا الشيء ما كان، وكتب لي انا ناخذ هاد الفوتويات اللي صراحه عجبوني بزاف. عجبني الديزاين ديالهم، ما فكرتش بزاف حكا ابيض ولا زعما بيج على الوسخ على ما عنديش. كنقول انا الحاجه نجيبها نفرح بها نحيد شهوتي منها. الا بقيت كنفكر في هذه صافي. المهم الحاجه تدوز وقتها
والصلاة والسلام. فهذا جواب الناس اللي غيقولوا لي لا هنا الحقه والفوتويات وهادو هما سي فغي ماشي واحد الفوتويات مثلا اللي غادي تجبدي فيهم، ولكن شوف اختي راه عندنا داك البيت الاخر فيه سديدات اللي بغى يتجبد راه كيمشي للسداري، ولكن حتى هادو راهم تري 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 كونفورطابل. لا ماتيغ لا مات لا ماتيغ اختي لا ماتيغ باش مصاوبين وانا اللي عجبني فيهم هو انهم اول حاجه سامبل، وجاوني بحال هكا بحال السديدرات، ما كاينش داك قوه لي ديتاي، ما كاين لاش لا زعما دوك لي كوان لا حتى شي حاجه. عجبوني وصافي. المهم قولوا لي نتوما كيفاش جاوكم بلاص هذاك العود اللي فيهم من اللور، عرفتوا راه واحد العود ما نقولش لكم. والزرابي اللي اختاريت معاهم ثاني انا لا زعما مشيت ليكستريم انايا هاد المره. ما كاينش اختي اللي بغى يدخل داري يطير في السما. لا والله شوفوا انا دابا حاليا كندوي معاكم يعني كنركب الصوت فوق هذا الفيديو وراه دواس بيوم ايام صراحه مخليهم عادي كنجلسوا ما كاينش داك زعما ديك عندك كنجلسوا صافي الواحد تيرد البال. ولكن والله ما كاين زعما ديك الواحد راه حاضي ولا خايف ولا ما نعرف، عايشين وجالسين فوق منهم وتنتمتعوا بهم والصلاة والسلام. وبالنسبة للطبيلات اللي خديتهم هاد النيسين تيبلز كانوا صراحة هما عاجبيني، وهادشي اللي كتشوفوا فيه راه ماشي البنات جيت ولقيتو راه بعدا خروج وقلب وسير وجي. المهم صراحة هما جاو زويونين دي بتي كوسان اوليين كنت درت غير هادو هنايا. المهم غادي تشوفوا دابا من بعد لي كوسان اللي حطيت، ولكن واخا هكاك مازال هما كنقلب على شي مخدات اللي يكونوا زويونين. المهم كنت حطيت هادو في الاول غير كانوا عندي حطاهم على برا في الجرده ودخلتهم. كان عجبني لي ديتاي ديالهم جاوني هكا متقاربين مع الزربيه هي خديتها صراحه زوينه هي صوف 100% وول. تحسي بها يعني زربيه فهمتوا، لحقاش الاخرين كيكونوا شي شويه رقاقين دغيا كيتشنفوا ولا كيتهز لهم كتهز لهم قنوفتهم من الجناب. المهم هذه غليظه وكل شيء. بالنسبه للديكور اعتمدت على البنات لا شي حاجه اللي اكثر من لا سامبليسيتي يعني ما قل ودل فقط. غنرجعوا للديكور غنكمل معكم، ولكن دابا غندخل معكم مرحله اخرى. اش هاد الشي هذا ما هذا؟ لا ماشي هذا هو الطابلو اللي غندير. المهم هاد الكانفاس هادي كانت عطاتها ليا واحد الصديقه عزيزه عليا اللي كنا جبدنا هكا الهضره كنمشي كنخرج زعما كنقلب على شي طابلو. انا صراحه عيني في طابلو كبير ولي كولور اللي في مخي عمري ما لقيتهم، يا اما كنلقاهم في طابلو صغيور يا اما ما كنلقاش داكشي اللي كنبغي. فسبحان الله العظيم كنت مع صاحبتي وهكا قالت لي شوفي انا عندي واحد الكانفاس خديها وديريها رسمي ولا ديري شي ويلي. قلت لها من نيتك؟ قلت لي والله. المهم زعماتني وداك الشيء. المهم توكلت على الله جبتها بقات شحال بعدا وهي محطوطه عندي في الكراج. اول حاجه كيف ما كتشوفوا هي فيها هاد الفريخات هكا بهذا اللون ولا هاد الالوان. مشيت شريت واحد سميتو اش كيقولوا ليه يا ربي ايوا صافي طارت. المهم ماشي صباغه. المهم دابا مشات ليا من بالي. المهم صبغتها ما علينا بالابيض. هي هذيك باش نغبر ليها اولا نغطي هذاك اللون اللي فيه صافي. كما كتشوفوا ما تغطاش 100% ولكن ماشي مشكل. المهم من موراها شريت هذا الجيب اولا القبص اللي كيكون ديجا مخلط. شريت السطل لانه تبارك الله راه شفتوا الكانفا راه كبيره ماشي راه تبارك الله راه في الفيديو، ولكن هي مباشره راه نيت. انا خلعاتني كنقول اويلي عمرني ما رسمت ولا درت شي تكستور شي حاجه ولا شي ابستراكت في حياتي. غنوض نهار غنجربها غنديرها في طابلو كبير. ايوا المهم قلت بسم الله توكلت على الله وقلت اللي عليها. المهم الشعيبيه طالع لي الله يرحمها مسكينه اختكم بدات غا كتبدع. المهم خديت هاد لاسباتول هادي والمهم صراحه ولكن بيني وبينكم ساعدني بزاف هاد لو برودوي. هاد جيب زوين ساهل في لابليكاسيون. المهم بديت كنطلي ما طلي اختكم راه لي اول مره في الحياه ديالها غادي تهز بعدا شي شيته ولا غدير شي حاجه من هذا القبيل. ما عمري ما درت. يا انا بعد فكرت بغيت نقول لكم قبيله الطابلو درت له البرايمر. هي عاد جات عاد حضرات درت له البرايمر عاد درت ليه هذا. ايوا نتوما اختي شوفوا اختي الابداع.
بعد ما درت شوفوا غير داك التكستور الصغيور شحال جا زوين بلا هادي. ايوا اختي في الاخر حصلت على هذه النتيجه. باش نكون معكم صريحه راه ماشي غير جيت هذا الشيء، راه علاش ما صورش لكم؟ حيت كنجرب ما كتصدقش، كنعاود نملس، كنعاود نجرب ما كنقتنعش، كنعاود نملس لغايه ما، لانه جا كان صعيب لانه الطابلو كبير. ولكن شوفوا ثقوا في راسكم وقولوا بسم الله وتوكلوا على الله. عمركم تقولوا ما كنعرفش، ما عمرني، ما غنديرش، ما غنديرش. غير منين انا درت هذا الشيء راه كلكم ممكن ديروا لي عجب المتعجب. المهم صراحة قلت واو، واو لا ميمكنش، لا زعما ما تيقتش راسي صراحة. حتى بدا صباح النهار، طلع النهار وشفتها نشفات. المهم خليت تنشف مزيان. شريت هاد الصبيغات هادو غير رخاصين، شريتهم من كايمارت. المهم اختكم دابا الابداع في الالوان كيف ما قراونا الصفر والحمر واش عطاك لورانج. المهم انا الالوان اللي كنت بغيت هكا لورانج، بغيت ان مارون، ان بيج، جولد. المهم بقيت غير كنخلط وكنجلط. المهم هاد الالوان كلهم خلطتهم باش حصلت على داك القهوي اللي كتشوفوا فيه تما. المهم داك الشيء غا تطلع. باش نقول لكم القياسات الله اعلم، ها جلط خلط زدت من هنا طلع لي هاد اللون عجبني صافي. هنا بديت كان في الاول كنت كنقول غادي نصبغ غير البعض منهم، يعني ما غاديش نعمر هادي، درت غير بحال هكا. المهم بقيت كنفكر، وكان مره كل مره كندير حاجه. في الاخر بعد ما تشاورت مع واحد صاحبتي. المهم اختكم راه كتشاور، راني ماشي زعما راه كنبغي نسول وكناخذ الاراء. واحد صاحبتي قالت لي لا صبغيها كامله، وفعلا اكتشفت بانه لا صبغتها كامله لانه الطابلو كبير غادي يجي زوين وغادي يجي يبان كتر. فداك الشيء اللي كاين. مهم بديت كنعمر اللوينات، كنقاسي هكا كنقول يا ربي بسم الله توكلت على الله صدقات. هذاك ما صدقاتش. ما شفتوني ما شفتكم. ايوا المهم بقيت غادا. المهم صبغت بلورون، صبغت بالمارون، وغادي تشوفوا اكيد من بعد اختي هاد الطابلو يا اختي، هاد الكانفاس الزوينه بعد ما كملات كيفاش طلعت. صراحه واحد الاحساس كان في شكل مني لقيت راسي لا ضربوا لي اختي على لا سينياتور ديالي. الواحد هو اللي يدير التاتش ديالو في الخدمه ديالو. الله يخليكم. الله يخليكم ديروا التاتش ديالكم، لا سينياتور ديالكم ما تعرفوش شنو كاين. المهم من دابا انا كنقبل الطلبات ديالكم، الناس اللي بغاوني نصاوب لهم شي حاجه انا دابا فاتحه. فاتحه لكم، غنفتح واحد لاباج اللي بغاني ندير ليه شي تكستور ولا شي ابستراكت ولا شي حاجه. صافي اختكم راني خديت الشهاده، درت الشهاده بيديا. ايوا صافي هنايا خديت هاد اللون الدوغي، وصراحه فرحت بزاف لانه طلع داك الدوغي اللي انا باغا. تعرفوا الدوغي فيه وفيه، كنت خايفه لا يطلع داك الدوغي المشعشع اللي ما هو صفر، ما هو نحاسي، ما هو. ولكن صراحه طلع واحد الجولد اللي زوين. كنت شريته من واحد المحل ديال الوير هاوس، وزوينه الصباغه يعني سهله حتى في لابليكاسيون. هنايا درت لورانج وعاود دكنت واحد شويه. المهم راه تقريبا نقول لكم واحد شحال، نهار في الليل فاش نهار هذاك بوحدو باش درت ليها البرايمر، ونهار فاش درت ليها القبص وداكشي فاش درت هذاك التكستور، والغد ليه في الصباح، وفي الليل عاوتاني كملت باش صبغت. يعني نقولوا يومين تقريبا من غير هذاك النهار اللي درت فيه هذاك البرايمر. ايوا صافي وزدت لو نوار. المهم صافي بدا الابداع كيجي بوحدو، داكشي بدا كينزل داكشي راسو. ايوا اختي يا اختي يا اختي 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 انتوما الطابلو عرفتو دوماج ما صورت لكمش وحدين كنت شريتهم غاليين، كنت شريتهم مع البنات في الانستغرام وصراحه جاو مقموعين. هذا اختي جا الهمه والشان ودوك لي كولور غطاو ليا، يعني عطاو واحد لو لوك مختلف تماما، عطاو واحد الشكل نهائي فريمون للصالون اون جينيرال. وهرس ليا هذوك الالوان ديال الفوتويات هكا. صراحه عجبني انا النتيجه. هنا للاسف ما طلعتش لا لومب كيف ما انا كنت متوقعاها. المهم هذه بين قوسين ما تحققوش فيها بزاف في هذا الفيديو لانني بدلتها. هذه غير باش تكونوا عارفين، ما خليتهاش لانه ما عجبتنيش. من بعد ما حليتها توقعتها غادي تجي شويه عاليه طويله، مي جات شي شويه مقيمعه ومحيقره، ما جاتش ماشي المكان ديالها المناسب، تجي هكا حدا شي بيرو ولا شي حاجه. المهم دابا خليتها وصافي. وهي كانت سبب من الاسباب باش انا عطلت عليكم يعني باش ندير التصوير الاخر. هو قلت حتى ندير لا لومب هكذا ولكن ما عجبتنيش. المهم ولكن غالبا غندير شي حاجه في النوار
بحال هذاك الشكل، غير هي غتكون شي شويه عاليه وشي شويه موالمه اكثر كصالون. يعني شي حاجه تكون حسن. ايوا صافي، هنا المخدات كيف ما كتشوفوا هذوك اللي حطيت طوال، شتي حتى هما فيهم بحال داك الابستراكت. فما عرفتش، ما كنقلب على شي مخدات اخرين ابار المخدات لهذوك المربعين. صراحه هذيك لا كولور هي اللي انا عجباني، يعني هي اللي لاعبه عليها في الديكور، هكا لورانج ولا القرفي. وهذا الطابلو هذا حتى هو اللي كنت خديت منه فاش كنت صاوبت هذاك الحيط، درت فيه داك لو بابي بان. المهم الديكور ما قل ودل، كيف ما كتشوفوا غير خفيف خفيف، كلشي خفيف، ما كترش الديكورات. هنايا في هاد خديت هادو كانوا عجبوني حتى هما، اللي كنت علقتهم في طلعه ديال الدروج، من بعد ما حتى هي كنت صبغتو داكشي، تصبغت طلعه ديال الدروج، وصبغت حتى هادوك اليدين اللي كتشوفوا في الماغون، او لا درتهم في هذاك في اللون العود، حتى هما عود وصبغتهم هكا باش جا داكشي هكا متناسق. المهم كما قلت لكم كنحاول بكل حاجه كنحاول ندير فيها شي تاتش صغيره. هنايا صراحه هاد المرايات اللي كنت لقيتهم وكانوا يعجبوني، ولكن هما كانوا على اساس كيديرينهم على اساس كيتعلقوا على الطول، ولكن انا درتهم بهذا الشكل هذا، وخديتهم حتى هما يعني سيت وحده بالعود هكا والفستانيه جات في الدوغي. والكراسه هما هادو اللي كنت درت. صراحه هاد لو موديل هذا إلبو اللي كان عاجبني، ولكن كنت كنلقاهم غاليين بزاف، وحتى ربي جاب واحد الهمزه زوينه ولقيت هاد الكراسه. واخر حاجه كنت نتوقع اننا نلقى حتى الجلسه ديالهم في داك لورانج. وصراحه فرحت بزاف 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 فاش لقيت، لانه هذاك لو تيم ولا هذوك لي كولور هما اللي انايا زعما لعبه عليهم في لا ديكوراسيون. ومع الطبله دايره اللي كنت هي شريتها ماشي جديده، وكنت صبغتها، شاركت معكم لا فيديو صبغتها وحكيتها ورجعت جديده. فهادشي صراحه شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي تتفرح ملي تشوفي بحال هكا بعض الافكار باشياء يعني غير مناسبه، بلا ما كتخسري بزاف الفلوس، وكتحصلي على واحد النتيجه اللي زوينه اللي راقيه، اللي زعما شي حاجه اللي مناسبه. مهم هنايا باش نرجع معكم شويه ثاني نوستالجيا، هذا خديت لكم واحد المقطع. هنايا كانت عندي واحد العراضه هكا تشوفوا الدار، الشكل ديالها كيفاش كان ماشي صراحه خايبه ولا شي حاجه، بالعكس كانت عجباني، غير لو تيم مختلف. دابا كنحس اكثر كاين اتساع اكثر مع لي كولور، مع كاين واحد لو شونجمون بطبيعه الحال باش كنبين لكم، لانه الالوان كيبدلوا الشكل ديال المكان اللي كتكوني فيه، الا كانت المساحه، بزاف د الحوايج. يعني كاين واحد الفرق صراحه كبير بطبيعه الحال، لانه راه تغيير شامل يعني في الفراش في كل شيء، ماشي مثلا غير مخدات ولا شي حاجه. يعني لي فوتوي اصلا مهما تحطوا وسط الدار عطاو واحد اللمعه، واحد البهجه، يعني تحسي واحد اتساع. اكيد فالالوان، هاد الالوان هكا اللي نود كيجيو زوينين، ومع دخلت معاهم هكا كل شيء خشب. جا واحد لومبيون صراحه اللي انايا ارتحيت فيه بزاف. هذه اول حاجه. وبطبيعه الحال من طبله طويله، طبله دائريه اللي ما عمرني ما درتها من قبل، وبطبيعه الحال كنت شاورت معكم وبزاف نصحوني انني ندير طاوله دائريه. يعني وكنت صراحه موفقه انني درت طاوله دائريه جات زوينه، وكنت خايفه انها زعما تشد ليا لي سباس، ولكن لا بالعكس. وكما شفتوا يعني خويت ما حطيتش بزاف ديال لي طابل ولا بزاف ديال الديكورات، غير داكشي خفيف وكيجيني ساهل. يعني ما لا في اليوميات هكا ملي كتبغي تشقاي او لا شي حاجه، يعني ما كاينش قوه هز حط هز حط هز حط. فبطبيعه الحال الجلسه المغربيه حتى هي اللي شاركت معكم تفاصيلها، صوبنا راسنا وكل شيء بالحيط بالبغداج بالسدادر بالبونج. فهادشي هو اللي كيفرحني، وكنكون صراحه فخوره وفرحانه في نفس الوقت، لانني كتحصلي على واحد النتيجه. ومعظم الحاجات درتهم اولا درناهم بطبيعه الحال انا وغسان درناهم بيدينا.
سالينا الجوله، سالينا صراحه انايا كنصور لكم عرفتوا يديتي ياكلوني والكاميرا تتاكلني ندخل لكم للجهه الاخرى، ولكن خاصكم تسناو لانه جايه واحد المفاجاه كبيره غادي تشوفوها معايا بعد هاد الفيديوهات هذا. وبعد هاد الفيديو هذا ان شاء الله جاي واحد الحاجه اخرى، المهم تكونوا اكيد عقتوا بيا دابا شويه وانا كنقولها لكم. صراحه شي حاجه اللي كملات فريمون الشكل كله ديال هاد البلاصه هادي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنشكر الله، كنحمد الله وكنشكرو ربي ديما ما تيخيبنيش، واخا كتعطل الحاجه ولكن بحال اللي كتعطل لسبب من الاسباب، لانه كيجي داكشي اللي انا كنكون مثلا متمنياه. فهذه صراحه اللي حاجه زوينه وديما كنفرح بها وكنقول الحمد لله على كل شيء. و كنتمنى ان هذا الانتظار اللي انتظرتوني او اللي انتظرت حتى انا معاكم، انا بعدا شخصيا واخا تكرفست وتعذبت وجاو بزاف د الحوايج شي على شي، يعني كانت روينه كبرى اللي غادي تشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. ولكن كتشوف واحد النتيجه زوينه، واحد الحاجه، لان كي كنقولوا البيت المملكه ديال اي واحد اللي كيجلس فيها كيرتاح فيها، كيبغي شي حاجه تكون زوينه. ولكن انا ديما الكونسيبت ديالي اولا المبدا ديالي في الحوايج هو انني ندير شي حوايج زوينين اللي غيعجبوني وغنكون فرحانه بهم، ولكن ما نخسرش اكثر من اللازم. هذا هو اللي انا تيفرحني، وكنقول الحمد لله يعني وصلت لواحد النتيجه اللي عجباني، وبحاجات يعني اللي يعني اللي زعما باثمنه وهكذا وبهميزات وداك الشيء وتخربيقه من هنا ودي اي واي من هنا وهادي. فهمتوني اش بغيت نقصد لكم؟ المهم افكار بسيطه مع هناء. هادشي علاش انايا ديما كنبقى في نفس لو كونتوني اللي شاركته معكم اول مره في القناه ديالي. فكنتمنى النتيجه تكون عجباتكم، اكيد غنتسنى تعليقاتكم لانني بغيت نشوفهم، بغيت نشوف الاراء ديالكم كي جاكم كلشي، يعني لو لوك جينيرال او لو لوك فينال كيفاش جاكم. فرحانه انني نشوف تعليقاتكم، شكرا على الحب ديالكم، على الانتظار ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم على اي حاجه. عارفه مؤخرا ما بقيتش ديك هناء اللي كانت شحال هادي، ولكن غير ضيق الوقت وهذا الشيء جا شي على شي، وجايين مفاجات اخرين تا هما غادي نشاركهم معكم في المستقبل. كاين بزاف المفاجات سبحان الله العظيم، هذا العام مليء بالمفاجات. المهم ما نطولش عليكم، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وعلى ما تنسوش بليز ديروا بارطاج لا فيديو، شاركوا مع الاصدقاء والاحباب هكا باش يشوفوا عدد كبير من الناس. ما تنسوش خليوا لي لايك وتابعوني على الانستغرام ديالي اللي هو كتشوفوه امامكم، وان شاء الله غادي نتلاقاكم في فيديو قريب جدا، فخليكم معايا. بوسه كبيره لكم، مع السلامه.